عايزة تعملي ديك رومي مش بس شكله حلو، لا كمان طري ولذيذ كده ومليان نكهات يشرف اي عزومة. تعالي النهاردة بخطوات بسيطة جدا بتفرق جدا في طعمه. ولان دايما اكتر شكوى بتقابلنا بالذات صدر الديك رومي ان هو بيبقى ناشف وملوش طعم قوي. النهاردة بقى اقولك ازاي بتتبيلة بسيطة جدا وشوية تريكات بسيطة هتطلعي احلى ديك رومي يشرفك في اي عزومة. وكمان هقولك على التسوية الصح ليه. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس لايك وشير لو الفيديو عجبكم ونسمي الله ونبدأ. وأول حاجة هعملها بعد ما غسلته كويس جدا بدقيق وليمون وطحينة وجنزبيل وخليته زي الفل، هنعمل له محلول نقع، وده بيفرق جدا ان هو بيخلي اللحم طري وما يشدش معانا واحنا بناكل. جبت كده طبق كبير مليته مية، هنزل فيه بكوباية سكر، كوباية ملح، كوباية خل، واي منكهات عندنا بقى عود قرفة، قرنفل، نجمة ينسون، اي منكهات عطرية عندنا بنحطها في المية دي مع شرايح ليمون او شرايح برتقال اللي احنا عايزينه. الاساسي بتاعنا السكر والملح والخل، لكن المنكهات دي بتدي برضو طعم حلو جدا. اللي بيخلي بقى اللحم طري وما يشدش معانا هما الثلاث مكونات دول. هنسيبه في المحلول النقع ده قد ايه؟ مش اقل من 12 ساعة عشان ناخد نتيجة كويسة جدا. هندخله التلاجة ومن وقت للتاني هنقلبه على كل جنب. طبعا مش لازم ال 12 ساعة يكون محلول نقع، لكن انا بقول لكم افضل نتيجة اللي هي 12 ساعة، لكن تقدروا طبعا تقللوا الوقت على حسب الوقت المناسب ليكم. انا سبته في التلاجة ليلة كاملة من بالليل للصبح، وتاني يوم على طول بدأت اجهز التتبيلة اللي تجنن دي. 3 بصلات كبار، 3 طماطميات، جزرتين قطعتهم كلهم بشكل عشوائي بالشكل ده، كام فص حبهان كده حبة حلوين. وهبدأ افرم كل الحاجات دي في الكبة. بعد كده ننزل بالبهارات البودر كلها، معلقة كبيرة ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، بهارات شوي دي هنخليها معلقتين كبار، وكمان معلقة بابريكا كبيرة، معلقة صغيرة زعتر، معلقة صغيرة روزماري، كوباية عصير برتقال، نص كوباية زيت، نص كوباية دبس رمان، واللي تفرق جدا في الطعم معلقة زبدة بلدي او سمنة بلدي، بتودي التتبيلة في حتة تانية خالص. هنقلب كل التتبيلة دي كلها كده على بعضها وندوقها، لو محتاجة شوية ملح كمان هنزود، انا هنا زودت لها كمان نص معلقة ملح. نركن بقى التتبيلة على جنب وتعالوا نشوف الديك الرومي بعد ما قعد المدة دي كلها في التتبيلة. باين كده من وانا بشيله ان اللحم والجلد بتاعه بقى طري شوية، غير بقى ان هو لو في اي زفرة او اي حاجة كل ده بينتهي في محلول النقع. طلعته من المية وصفيته كويس جدا ونشفته كويس جدا جدا بمناديل. وهجيب بقى صينية احط فيها فويل، الصينية دي اللي انا هشوي فيها الديك الرومي. هبدأ كده اظبطها بالفويل الاول وبعدين ورق الزبدة. وبعد كده الخطوة بقى اللي بتفرق جدا تخلي الجلد مقرمش وطعم اللحم طري وحلو جدا، معلقة سمنة بلدي او زبدة بلدي، ونبدأ ندخلها كده بالراحة بين الجلد واللحم، ونعمل فتحات بسيطة لكن مش في الجلد نفسه. يعني نحاول كده ندخل السكينة من تحت الجلد، ان احنا نعمل فتحات في الصدر بالشكل ده، والورك كمان يعني من تحت الجلد كده نحاول على قد ما نقدر، وندخل الزبدة في الاماكن دي. طبعا انا هنا غلفته كويس بالزبدة من فوق بالشكل ده، وهقلبه تاني وهعمل فيه نفس الحكاية دي كلها. وهنبدأ بقى نتبله ونوصل التتبيلة على اللحم نفسه بالشكل ده كده. بعد ما تبلناه كويس جدا باقي التتبيلة، وده اختياري، شوية خضار بقى، بصل، بطاطس، طماطم، فلفل الوان، اي خضار عندكم، بس قطعوه كبير شوية عشان ما يتهريش جوه الديك الرومي. وممكن تحشوه ورق عنب او تحشوه اي حاجة تانية، مفيش مشكلة خالص. انا هنا شوية خضار كده احطهم من جوه، هيستووا مع الصوص اللي هينزل من الديك الرومي. ونحط كده كمان بقى شوية حواليه، كل الخضار ده بياخد من طعم الديك وبيبقى حلو جدا. ننزل ببقية التتبيلة على الصدر بالشكل ده. وهنا كمان هثبت الجناحات بتاعته بعصيان شيش طاووق عشان في الاخر يطلع شكله حلو. وبعد كده هغلفه بورق الزبدة من كل الجهات بالشكل ده، وعليهم ورق فويل كويس جدا اكمره، لان هو هيستوي على البخار والدهون اللي هتنزل منه، مش هنضيف له اي مية خالص. هسيبه بقى ساعتين 3 في التتبيلة دي، هحطه في التلاجة. وبعد كده هشغل الفرن اسيبه يسخن الاول، وادخل فيه الديك الرومي ساعتين على نار عالية، وبعد كده هنهدي النار. هنشيل الفويل بالشكل ده نشوفه الاول قرب يستوي ولا لا. وشايفين الشكل ده بعد ساعتين كده على نار عالية شلت ورق الفويل. ههدي بقى الفرن عليه، هسيبه كده على نار متوسطة، وهشيل الفويل خالص وهسيبه لحد ما يتحمر لوحده من غير ما نشغل شواية. لو احتاج في الاخر ممكن نشغلها،
لكن هو انا بسيبه يكمل سوا على نار هاديه لحد ما يطلع معانا بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده، والطعم بقى يجي. وده كان اوردر عندي تسويه ديك رومي، هي العميله كانت جايبه الديك رومي وكان وزنه حوالي 10 كيلو، والحمد لله عجبهم جدا وشرفها في عزومتها. وبس على كده. لو عجبتكم الطريقه متنسوش تعمل لايك وشير ومتابعه للصفحه.